بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا في فيديو جديد من فيديوهاتي. كالعادة هنعمل طبعا شنطة. لكن الشنطة بتاع النهاردة هتبقى شنطة باك، وهتبقى من خيط الكليم المصري اللي هو بالمنظر ده، اللي هو خيط التيشيرت. الخيط دوت متوسط، لا رفيع قوي ولا تخين قوي، عشان الشنطة ما تبقاش تقيلة، بس هي تاخد كمية خيط عشان تبقى كبيرة شوية. فانا مش هعمل معاها برضو قاعدة، لكن هستخدم قاعدة جلد زي دي على اساس ما تبقاش تقيلة جدا. لو عملت القاعدة من نفس الخيط هتدي برضو تقل في الشنطة جامد، فكده دي مش هتدي وزن، يعني خفيفة جدا دي. وهنستخدم لها طبعا الخيط دوت والقاعدة دي، وكمان الابرتين، ابرة صغيرة وابرة كبيرة، 5 ملي و9 ملي، وابرة تنظيف. ودول 3 حلقات للشنطة. وده آه قفل فضي. وكمان هنستخدم حلقتين للايد الصغيرة، وبلبلتين كده او الماستين كده بيتحطوا في اخر الخيط اللي بنقفل بيه الشنطة. نبتدي بسم الله. كده يا جماعة، انا ماركرت هنا في ال3 اماكن دول، وماركرت برضو في ال3 اماكن اللي قدامهم، على اساس يحصل توازن في شكل الشنطة او وسعها. لو الدول اللي احنا هنعمل فيهم ايه، هنعمل فيهم تزايد، يعني غرزتين في نفس المكان ده، هنا وهنا 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 وهنا، بس هو سطرين، السطر التاني بس. هنبدأ بقى نعمل ايه. هنسحب الخيط من هنا، نسحب الخيط. عايزة بس تبقى الصورة واضحة معاكم. بسم الله كده، واروح واخده سلسله في الهواء كويس كده. نعمل ايه، ندخل في اللي جنبها، نسحب الخيط. هنعمل بقى هنا هناخد الدور ده على طول حشو، غرز حشو. فهنلف كده ونخرج، ندخل في اللي جنبها، نلف كده ونخرج. ده حشو اهو. هنيجي في التزايد بقى هنفك، وهنعمل هنعمل غرزتين في الحلقه نفسها اهو. ادي واحد، ادي اتنين، كده غرزتين. طيب نكمل بقى. هنكمل غرز حشو عادية خالص. ندخل نسحب الخيط، نلف، نسحب اللي بعدها. ندخل نسحب الخيط اهو، نلف ونخرج اهو. ده المنظر. ده الخيط ده بالمناسبة هو جانجو، هو اسمه كليم جانجو. عجبني شكله يعني عشان يبقى واضح في التصوير، وبيبقى حلو قوي كمان للبنات رايحين درس، بنات صغيرة كده يعني. شايفين شكله حلو خالص. نكمل كده، كله حشو، الصف ده كله حشو كله. احنا في غالبية الفيديوهات اللي فاتت كنت بستخدم كله اول صف او اول سطر كنت بعمله منزلق، فاحنا المرة دي هنغير ونشوف انهي شكل افضل. اهو بسحب الخيط واخد لفة واخرج، بقت غرزة حشو. ادخل اسحب، اخد لفة، بقت غرزة حشو. اسمحوا لي بقى الف كل ده كده. هنا غرزتين، هنا غرزتين، هنا غرزتين، هنا غرزتين، هنا غرزتين، وبعدين هاجي اقفله معاكم. كده انا خلصت الراوند الاول دوت زي ما اتفقنا بغرزة الحشو كلها، ووصلنا لاخر غرزة فيها تزايد. بندخل نعمل غرزتين
حشو. التانية في نفس المكان زي ما اتفقنا. اخر غرزة اهي. ناخد بالنا بقى هنقفل الراوند ده ازاي. عايزين نقفله بطريقة ما يبقاش فيها ان انت مش هنقفله بمنزلقة عادية، لا احنا هنعمل ايه اهو، هنسيب دوت كده وهندير كده وهندخل في الحلقة اللي بعدها اهي، دي باينة. هنروح ساحبين دي كده الحلقة اللي احنا سيبناها، هنطلع بيها من هنا، واضح؟ وبعدين اهو دي اهي الفتلة اهي، هندخل تاني في المكان اللي طلعنا منه اهي، وبعدين هنعمل ايه، هنروح سحبينها، هنشدها بس شوية نشد الغرزة اهي، دي اهي اللي احنا خدناها طلعناها من هنا، هنرجع تاني للمكان اللي خرجنا منه بالمنظر ده، ونروح عاملين ايه، نروح داخلين فيها كده. وفين بقى اهي، في حاجتين ممكن نعملهم، يا نعمل كده ونطلع بالفتلة نفسها كده خلاص اهو الشكل كله مفيهوش اي حاجة، يا اما في حاجة تانية، حركة تانية برضو بنعملها، بندخل كده ونسحب الخيط ده، نسحبه كده اهو، وبعدين ندخل في الاتنين مع بعض. انا بفضل القفلة الاولانية اهم اتنين، بروح عاملة كده قفلة ما فيهاش اي حاجة، مش بتبين ان في لا غرزة منزلقة ولا غيره، فانا هقفلها بالطريقة اللي انا مرتاحه لها اكتر، اللي هي دي كده، وبدخل هنا وبروح سحبة الخيط ماشي، بروح مرتفعة ايه، سلسلة في الهواء. كده يا جماعة هنبدأ بقى نعمل ايه، هنعمل الغرزة الاساسية بتاعتنا بتاع جسم الشنطة نفسه. هنعملها ايه، انا هعملها برضو غرزة حشو علشان هعمل الغطا بتاعها بغرزة تانية مختلفة، فالحشوة هتبقى مناسبة جدا. وبعدين بصراحة انا بختار لكم الغرز البسيطة عشان تبقى بسيطة عليكم. احنا كده عملنا ايه، قفلنا دوت بطريقة مش منزلقة، مش بطريقة المنزلقة خالص، بالطريقة اللي انا وريتها لكم. وارتفعنا سلسلة في الهواء او غرزة في الهواء. هدخل بقى تحت اول فتلتين يقابلوني اهو، واسحب كده اهو. هعمل ايه دلوقتي، هغير بقى الابرة، هجيب ابرة كبيرة شوية. طيب بعد كده هندخل تحت الحلقتين ونسحب اهو، واضحة. اللي بعدها انا معاكم خطوة بخطوة اهو، اتنين اهو. في حاجة تانية، في ناس بتحب تشتغل كده على طول، في ناس تحب تشتغل في الضلع الخلفي على اساس يديهم الانحناء. فاحنا هنعمل ايه، ممكن تشتغلوا زي ما انا اوريكم كده، وممكن نشتغل في الضلع الخلفي على طول اهو. احنا ارتفعنا سلسلة هي بندخل في الضلع الخلفي، نسحب اهو الضلع الخلفي اهو على طول. يا رب تكون باينة، مش عارفة الصورة بتعمل كده ليه اهو كده. احنا بنشتغل فين، في الضلع الخلفي اول سطر بس اهوت كده، ندخل في الضلع الخلفي. دي ابرة 9 ملي، اللي عايز يسأل عن الاسعار او اي حاجة يبقى يقول لي اسعار الابر او اسعار القفل او اي حاجة، انا هقول لهم، اقول لكم يعني اهو. اللون ده حلو جدا، البامبا مع النبيتي.
ندخل نسحب اهو، ندخل نسحب اهو، ندخل نسحب اهو، على طول نستمر. السطر كله بالمنظر ده هيبدأ يبان لما نكمل السطر. هكمله واقفله معاكم كيف. كده انا خلصت الراوند دوت كده بالمنظر ده. ده من جوه وده كده من بره. هنشوف هنقفل الراوند ده ازاي. احنا ممكن نقفله زي المره اللي فاتت، لكن انا مش هقفله. انا هشتغل دواير ورا بعض بدون فاصل. يعني هدخل في دي على طول اهو، هدخل في تحت الحلقتين دول على طول كده واضحه، واروح سحبه. هشتغل ايه؟ هشتغل حشو. انا الشنطه دي كلها هشتغلها حشو عادل عادي، لا من الخلفي ولا من الضلع الخلفي ولا حاجه. اهوت كده على طول اسحب اهو كده. انا بشتغل حشو عادل بدون خلفي بقى ولا حاجه اهو، تحت الايه، تحت الحلقتين. بشكلها مفيهاش اي حاجه. نكمل 2 1 2 1 2. ندخل تحت الحلقتين نسحب 2، نطلع 1، ندخل هنا اهو. نستمر بقى كده. غرزة ظريفة بتدينا كده خطوط سطور كده شكلها حلو جدا في الاخر. وهنعمل الغطا بقى اللي فوق شكل مختلف بغرزة مختلفة. هتدي ميكس حلو جدا كده اهو. هنرتفع بقى زي ما احنا عايزينها كبيرة قوي اعملوها، بس هتتكلف او هتاخد خيط كبير كتير. عايزينها وسط زي اللي انا هعملها دي يبقى حلوة جدا، حسب ما انت هتعمليها لمين يعني. مستمرين بقى لحد ما نوصل للارتفاع اللي احنا عايزينه. يبقى ده بقى شكلها اهو. احنا اهو نكمل. طيب نكمل بقى. هي ما فيهاش اي حاجه خلاص. احنا هنمشي كده ورا بعض دوائر على طول بدون قفله وبدون منزلقه وبدون اي حاجه لحد ما نوصل للارتفاع اللي احنا عايزينه ونرجع مع بعض. كده يا جماعه وصلنا لايه؟ وصلنا اللي انتوا شايفينه دوت. مش عارفه شايفين اللون حلو قد ايه، بس الالوان في الكاميرا للاسف مش طالعه زي الواقع. بس هي بقت واسعه جدا اهو، ونضيفه جدا من جوه ما فيهاش اي حاجه. والوشين زي بعض، لا في ظهر ولا في وش، يعني ما فيهاش اي غلطه الحمد لله يعني. وادي تحت اهو. اللي يحب بقى يعملها بالمنظر ده كده، اللي هي اللي بتبقى واسعه كده وبتركب لها ايد من هنا وايد من هنا، بتبقى عمليه جدا وحلوه. لكن انا هكمل ان انا هعملها شنطه ظهر. الوسع ده هيبقى حلو جدا من جوه، ان انا ده هروح مدخلاها كده تانيها من جوه الناحيه دي والناحيه التانيه. هنشوف دلوقتي مع بعض. انا كده وصلت هنا هعمل ايه. انا كده هرتفع سلسله. هاخد غرزه في الهواء اهو كده. طيب هعمل ايه؟ هاخد غرزه كده عشان اعلي، عشان كده بالمنظر ده معايا. وبعد كده بدخل عادي، بشتغل عادي، بشتغل عادي خالص. طيب انا عايزه اقول لكم ايه السر ان هي بقت واسعه كده. بقت واسعه بالمنظر ده ليه؟ لان انا خليت ايدي مبحبحه فيها كده، يعني بقيت اشد الخيط على الاخر، لا بقيت ايدي مبحبحه فيها.
لو عايزاها تطلع ضيقة و زي ما انت عايزة، بتضيقي ايدك في الغرزة، وبتستخدمي ابرة صغيرة عندي. لكن انا عايزاها كده عشان يبقى عندها وسع من جوه، عشان دي هتبقى شنطة ظهر، تاخد يعني حاجات كتيرة. هكمل. طيب اكمل كده بقى، ولما اوصل لحد هنا ارجع لكم. انا كده هعمل ايه دلوقتي؟ لما وصلت للارتفاع دوت، هشتغل دورين كده غرزة منزلقة، على اساس اضيق الفتحة بتاع الشنطة شوية. بس قبل ما اشتغل المنزلقة هعمل ايه؟ هرتفع سلسلة زي ما قلت لكم قبل كده عشان اعمل القفلة. هرتفع سلسلة وهبدأ اشتغل منزلقة. خيط الكليم ده اهم مميزاته ان هو طري في الشغل قوي، وظريف ومريح، يعني عكس المكرمية المصري طبعا. دي كده المنزلقة اهي، بنشتغل مع بعض. يا رب تكون واضحة اهو كده. دي المنزلقة، اولا بتدي شكل حلو في الاخر، وفي نفس الوقت بتضيق الفتحة بتاع الشنطة من فوق كده. دي منزلقة اهي. ندخل نسحب الخيط ونطلعه من الحلقة اللي على الابرة، ندخل نسحب الخيط ونطلعه من الحلقة اللي على الابرة كده. ندخل نسحب الخيط ونطلعه من الحلقة اللي على الابرة. تديها شكل حلو قوي. كمان بصوا الشنطة مطاطي كده وجميلة. ندخل نسحب الخيط، نخرج من الحلقة اللي على الابرة، ندخل نسحب الخيط، نخرج من الحلقة اللي على الابرة. كده ده ايه؟ دي منزلقة. ليه منزلقة؟ احنا خدنا ده كله ايه؟ خدنا كله غرزة حشو بالمنظر ده. هي كمان ده الجنجو يا جماعة، الوان داخلة في بعض كده، بس الوان ظريفة قوي، روز في ابيض، حلوين قوي مع بعض. حاجات بسيطة سودة كده زي الحمام، او مش عارفة عصفورة. سوري اتلخبط كلام معاكم، لخبطني كده. ايه؟ منزلقة. يلا خلص. الحمد لله مخدتش معايا وقت. للجماعة المبتدئين هتبقى حلوة قوي، سهلة. البنات طبعا هتحبها قوي، انها تاخدها معاها في الخروجات، عايز يعملها لاخته يعملها لبنته كده. منزلقة. طيب نكمل كده يا جماعة ايه، سطرين ولا حاجة، ونرجع نشوف نعمل ايه تاني. كده انا وصلت لنهاية الراوند الاخير. فقصيت الخيط وسحبته بالمنظر ده. فهعمل ايه؟ لازم اقفل دي تبقى غرزة زيها زي دي، تبقى فردتين كده، مش فردة واحدة. فهعمل ايه عشان اجيبها كده؟ بروح داخلة تحت الغرزة اللي بعدها على طول، تحت الحلقتين بالمنظر ده كده، واروح سحبة الخيط ده كده. يعني شايفين هي كده ايه اهو، بقت اتنين اهي طبيعية خالص. وهعمل ايه؟ هروح سحبة الخيط بقى من كده، هداري بقى جوه بقى خالص بين الغرز، هفضل اسحبه كده واداري بقى، اطلعه وادخله بالمنظر ده كده. احنا نهينا ايه؟ نهينا جسم الشنطة. هدخل بقى انا الخيط هنا، هتبقى بالمنظر ده كده. هعملها كده، فهدخل الخيط من 4 اتجاهات وارجع لكم. شايفين يا جماعة دلوقتي الشنطة بقت بالمنظر ده، شكلها حلو جدا. دخلت لها
الخيط دوت، واحط لها بقى اللي هو الخرزة دي، بدخلها جواها، ببرمها جامد. كنت عايزة اعملها 3 او حاجة 3 مع بعض، بس الخرم ده مش هينفع، ف ادخلها. انتوا تظبطوا بقى المشد دوت اللي هو اللي هو الرباط ده، تظبطوه بالمنظر ده ان هو يبقى كده. تشدوه كده تتظبط معاكم. لسه بقى طبعا هنعمل الغطا. ندخل بس دي عشان طب ادخلها وارجع لكم. اهي يا بنات، ركبت البلبله، دخلت جواها، عقدت من هنا، دخلت الاول البلبله وبعدين عقدتها وبعدين شدتها على العقده، مسكت فيها بالمنظر ده، اديتها شكل جميل يعني، شكل احترافي اكتر. وطبعا هي بقت كده كملت، ناقص لها بس يعتبر الجزء الاول كده منها خلص، ناقص بقى كده طبعا الغطا والايدين اللي ورا. فهنكمل مع بعض.